افتحوا الطريق. ما هذه المعاملة القاسية؟ اسكت، جاء أمر بسجن المسافرين داخل المدينة. لكننا وصلنا الآن إلى المدينة ولا نعلم ما بالأمر. اسكت ولا تناقش أوامر الوالي. لكن لماذا تصدر أوامر كهذه؟ اسكت ولا تثرثر. لماذا تضربه؟ هيا ادخلوا، عليكم أن تمكثوا في هذا المكان حتى يفرج الوالي عنكم، مفهوم؟ يا للعجب، هم أيضا مسافرون مثلنا. كأننا في السجن. ما هذا البلد الغريب؟ أهلا وسهلا بكم معنا. نحن سجناء هنا منذ 5 أيام. 5 أيام؟ نعم، لكن لا علاقة لنا بالموضوع أبدا. أي موضوع؟ ماذا يجري في هذا البلد؟ ماذا؟ أنتم لا تعلمون؟ إنه التاج، سرقوا تاج الوالي. ماذا؟ التاج؟ للأسف عامة الشعب لا يعلمون شيئا. سكوت. والآن سنفتش أمتعتكم. انتظر أرجوك، هذا كل ما أملك. اسكت. ما أتعسني. ماذا يجري هنا؟ هذا بيتي. ابتعدي. علي بابا. لا شيء. حسنا، اخرجوا من هنا. أنت انتظر لحظة. ابتعد، لا تقف في طريقنا. بلد غريب. علي بابا، هل أنت بخير؟ لا أعرف معنى هذا العنف أبدا. يجب أن نفعل شيئا. سندباد، علي بابا. يا له من جبان، إنه ما يزال مختبئا. سكوت، انظروا فوق. هذا هو التاج المسروق، لكن لماذا تنظر إلى هذه الصورة وأنت مختبئ يا علاء الدين؟ لماذا؟ هذا التاج كان لي أنا. منذ 10 سنوات طلبت من أمهر صائغ في العالم أن يصنعه لي أنا. صحيح؟ لا يمكن أن أصدق ذلك. ماذا تعني؟ كان هذا التاج أجمل التيجان في كل بلاد العالم. إنه مصنوع من الذهب الصرف والمرصع بالأحجار الكريمة، وفي وسطه ماسة كبيرة اسمها نجمة المشرق. إذن هذه البلاد هي البلاد التي أخبرتنا عنها؟ نعم، كنت واليا على هذه البلاد، لكنها تغيرت كثيرا وأصبحت لا أعرفها. أشعر كأنني في بلد غريب. أيها المسافرون، هل تعرفون شيئا عن الوالي علاء الدين؟ كلا، لكن فقط كان واليا عادلا وكان يحب الشعب. كان يحبنا ويعتني بنا، ولأنه كان يكره الحرب خسر معركة ضد بلد مجاور. والوالي الحالي ظالم مكروه. مضت 10 سنوات منذ أن عزلوني، ولم أكن لأحلم يوما أن بلادي ستصبح هكذا. لكن ما العمل؟ لا سلطة لي الآن. عمي، ما زلت صاحيا؟ عمي، إذا وجدنا التاج نجبر الوالي على تغيير سياسته مع الشعب، ألست ترى ذلك؟ الكلام سهل، ولكن كيف نجد التاج يا بني؟ أنت تجده يا عمي. أنا؟
وكيف؟ وإذا تعرف أحد علي؟ لا تخف، حتى تلك المرأة لم تتعرف عليك. لم يعد أحد يذكرك. لا تخف لا تخف. يا إلهي، كأن الأقدار أتت بي إلى هنا. جئت إلى بلادي دون أن أدري، وأنا أبحث عن تاج أصبح ملكا لغيري. هذه أيضا مشيئة الله عز وجل. لا إله إلا الله. لا تخرجوا، أنتم تعرفون الأوامر. يمنعنا الوالي من النزهة في الصباح بسبب تاج واحد. لابد أنه مجنون. أجل مجنون. نلقي القبض على كل من يشتم الوالي. اتركوني اتركوني، ماذا تفعلون؟ اتركوني. لا تقام. أعطيني الماء. لا أستمتع بالطعام بدون تاج. استمتع. أيها الوالي، ما الأمر؟ هل وجدت لي التاج أيها القائد؟ جئت أكلمك بالموضوع. أتانا شخص يدعي أنه يعرف من سرق التاج. عظيم. أين هو؟ سأذهب إليه الآن. أبي توقف أرجوك. لقد جربت كل المنجمين، أليس كذلك؟ ألا ترى أن الشعب يتألم بسبب هذا التاج يا أبي؟ ألا ترى ذلك؟ اسكت يا فتى، اسكت. أنت لا تعرف ما قيمة هذا التاج بالنسبة لي. إنه البرهان الواضح أنني الوالي، وبدونه لا أشعر بالراحة. هل فهمت ما قلت؟ هل فهمت؟ أبي إذا أنت تقدر أن تجد التاج، أليس كذلك؟ نعم حضرة الوالي. ارفعوا رؤوسكم. كأنني رأيتك في مكان ما. لا يمكن ذلك. هذه أول مرة أزور بها هذه البلاد. صحيح، لكن وجهك أليف. ما اسمك؟ قل لي ما اسمك. اسمي رشيد، وهذا تلميذي سندباد. عظيم عظيم. دعني أرى براءتك، دعني. حاضر أيها الوالي. ها شلالا شلالا إن شاء الله، شلالا إن شاء الله، شلالا. أيتها العصفورة، ابحثي عن الرجل الذي سرق التاج. إني أرى شابا في سجن هذا القصر. عصفورة تتكلم بلغة الإنسان؟ غدا صباحا سيتكلم الشاب ويقول أين يوجد التاج. أخرجوا الشاب من السجن، أخرجوا. سندباد، ماذا فعلت؟ أخرجوني من هنا، أخرجوني، دعوني أخرج وإلا كسرت هذا الباب. لا تتحرك. إذا أنت هو الشاب.
شيلا شلالا شيلا شلالا شالا. كل شيء جاهز الآن، سنتركه حتى صباح الغد. ماذا؟ لماذا لا تدعه يقول الآن أين يوجد التاج؟ كما قلت لك أيها الوالي، غدا صباحا عندما يستفيق هذا الشاب يخبرنا أين يوجد التاج ومن هم اللصوص. رجاء أعد له غرفة لينام فيها. حسنا، أعد الغرفة حالا حالا. حاضر. شكرا، سنعمل مكانك لترتاحي قليلا. شكرا. ماذا؟ هل صحيح أن هذا الرجل يعرف مكان التاج؟ طبعا يا صغيرتي، وسيجد مكانه أثناء النوم، لكن لماذا تسألين أنت؟ لماذا؟ لا، فقط أردت أن أعرف. أثناء النوم؟ لقد خدعتها يا عم علاء الدين. يجب أن نكون حذرين. إن السارق قد اختبأ في هذا القصر، ومن المؤكد أنه سيأتي الليلة ليقتلك يا علي بابا. ليقتلني أنا؟ طبعا ليقتلك يا علي بابا، لأنه يعلم بأمرك ويخشى أن تكشف اسم السارق غدا صباحا. إذن يجب أن نقبض عليه عندما يأتي. إنها لعبة خطرة، حياة أو موت. سنقبض. ماذا يجري هنا؟ قبضنا على المجرم الذي سرق تاج الوالي، وها هو موثق اليدين هنا كما ترى. ألا ترى بنفسك؟ ماذا؟ قبضوا على المجرم الذي سرق التاج؟ قبضوا على المجرم؟ هاتوه حالا حالا. نعم، وسنأتي به حالا. أنت السارق؟ من أنت؟ أزيل القناع عن وجهه. تكلم. أنت الذي سرقت التاج؟ ولكن لا أفهم. إنه ابني. ها؟ ابنك؟ لا يمكن أن يكون ابني هو السارق، لا يمكن. سأقطع رؤوسكم جميعا. انتظر يا أبي أرجوك، أنا هو السارق. ماذا؟ أنت سرقت التاج حقا؟ لم أسرق، لكنني خبأته. خبأته؟ أين خبأته؟ أجب، وإلا لن أسامحك مدى الحياة. أجبني بسرعة، أجب. اقتلني إذا شئت، حتى أنا ابنك لم أعد أتحمل هذه المعاملة يا أبي. اسكت. أنا لا أصغي إلى كلام السارقين، لا أصغي. أعطيك مهلة حتى صباح الغد كي تعترف أين خبأت التاج، وإلا قطعت رأسك. ماذا سنفعل يا عم علاء الدين؟ لقد ساءت الأمور كثيرا، ويجب علينا أن نجد حلا. هذا هو التاج. إنه مكسور. إذا لهذا السبب اختفى التاج. أتعرفين الفاعل؟ نعم، أنا هو السبب. في الحقيقة وقع التاج من يدي بينما كنت أنظفه.
ستخبرينهم الحقيقة فيما بعد. تعالي معنا. إذن عندما خفت من غضب الوالي جاء ابنه وطمأن بالك. نعم يا سيدي، وقال لي ابن الوالي إذا خبأنا التاج قد يغير والده معاملته للشعب. وعانت البلاد من هذا الحادث. وفتشوا في كل بيت، أليس كذلك؟ صحيح، ولم يحسب ابن الوالي هذا الحساب، لذلك فضل أن يضحي بحياتي من أجلي أنا. كيف هذا؟ وأنت تتركينه يفعل؟ لقد طلب مني ابن الوالي ألا أخبر أحدا بالأمر، لكني لا أقدر. لا تخافي يا ابنتي، اطمئني، لدي فكرة. ما هي؟ لدي فكرة هائلة، سنجبر الوالي على الرضوخ بإذن الله تعالى. يا سمينة، توكلي على الله. كيف يمكنني أن أحمل كل هذا؟ خذيه بعيدا، فلا أحد غيرك يمكنه الخروج من القصر. سأحاول. الله معك يا ياسمينة. قل، هل غيرت رأيك أيها الفتى؟ حتى لو قتلتني لن تجد التاج. أرجوك يا أبي، لا تفكر بالتاج، بل فكر بسعادة شعبك، وإلا أصبحت البلاد لا تطاق. اسكت! أنا لا يهمني الشعب. اقتلوه! لحظة، أحمد لم تتغير أبدا، هل تذكرني؟ ماذا قلت؟ ناديتني باسمي؟ من أنت؟ أنا علاء الدين كما تعلم، أنا الوالي علاء الدين الذي عزلته عن الحكم. علاء الدين؟ مضت 10 سنوات على ذلك، وعدت إليك لأقول لك إن الله غاضب منك ومن ظلمك. ما هذه الحماقة يا هذا؟ إنها الحقيقة بعينها، إن أيد خفية أخذت التاج وأبعدته من هنا. مستحيل، لا يقدر أحد أن يبعد التاج من هنا. مشيئة الله لا حدود لها، وإن كنت لا تصدق هذا الكلام اذهب إلى بيت الله وستجد هناك الدليل. وإن كنت تكذب فلن نسامحك. التاج قد التاج كسر التاج، ولا أعرف السبب. لماذا؟ أيها الوالي، ستخسر في معركة قريبة. استمع إلى مشيئة الله بإيمان ومحبة. لأنك أناني ولا تحب شعبك، أخذت التاج منك وكسرته إلى شقين، وإن لم تغير تصرفك مع الشعب ستعاقب عقابا شديدا. فإذا أردتني أن أسامحك يجب أن تعامل الشعب بالمحبة والحكمة، فتصبح واليا صالحا. أرجوك سامحني، أرجوك سامحني. إذن ليتعاون الجميع مع الوالي ليجعل البلاد بلاد محبة وسلام. حاضر. الحمد
لماذا لا تعود إلى الحكم؟ إنهم يحبونك فعلا. لا، أنا أفضل وضعي الآن. علاء الدين التائه في البلاد، هيا بنا. انتظر يا عم علاء الدين، أين تذهب؟ نسيت جمالك. لا أريد أن أنتظر، أفضل الهرب بسرعة وعلى الأقدام.